يلا نصلي على الرسول ونسمع قصة النهاردة. قصة النهاردة عن بنوتة يوم فرحها. بعتت وبتقول: أنا بنت 18 سنة، معرفش حاجة في دنيتي نهائي، وكنت ما بقعدش مع بنات ولا ليا علاقة بأي حد، كنت من المدرسة للبيت ومن البيت للمدرسة. ما كانش ليا أي صحاب، ولو حتى صحاب بلاقيهم نفس وضعي كده ملهمش علاقة بأي حد، وغير بيتهم ومدرستهم وبس، لأن أنا كنت متربية على كده، لأن أهلي كانوا صعايدة. ما كانش لينا في كلام البنات ولا نعرف حاجة في الدنيا خالص غير مدرستنا وبيتنا وبس. حتى أمي كانت برضو ما بتتكلمش معايا في أي حاجة، وكانت معوداني في حاجات للكبار وفي حاجات للصغيرين ما ينفعش نتكلم فيها. كانت كل معلوماتي عن الجواز إن اللي بيبوس واحدة بتحمل منه، ده كان كل معلوماتي زي ما يكون، لأن أنا ما كنتش أعرف أي حاجة في الدنيا. وكانت مامتي على طول كانت من النوع اللي ما بتخلينيش أقعد قدام تلفزيون أو أشوف أي موقف كده أو أقعد بين أي اتنين بيتكلموا في أي حاجة. كانت خايفة عليا أوي بمعنى أصح، إن هي طول الوقت كانت حاطة حاجز بيني وبين اللي أكبر مني. اتخطبت وجه يوم فرحي وأنا لسه زي ما أنا، ما افهمش أي حاجة في الدنيا. جيت يوم الفرح طبعًا، ناس قرايبي جات تقعد، ستات جات تقعد تفهّمني تقول لي الدنيا فيها إيه، أنتِ يوم فرحِك هتعملي إيه، أو لقيت نفسي مش حابة إني أسمع الكلام اللي هي بتقوله، ومش عايزة أعرفه، كلام كبار وأنا مش عايزة أسمعه أصلًا. وفعلًا قُمت، ما رضيتش أسمع الكلام ده وقُمت. خلاص قُلت بقى سيبوني أعيش براحتي وأشوف أنا الدنيا هتمشّيني إزاي. وفعلًا يوم الكوافير الصبح أنا قُمت عشان هُم مسربعينّي يالّا، يالّا وخلاص الميعاد ويالّا بتاعة الكوافير عمّالة تتصل. فأنا مش قادرة أقول لكم أنا رُحت بإيه. أنا يوم فرحي أنا كان عندي غيار داخلي كده والقميص مثلًا، كنت بالبسه تحت الهدوم، كنت باروّق فيه وباعمل شغل الشقة، وأمّا أكون يعني اللي هو إيه باتمرمط فيه يعني بمعنى أصح، بس كنت باحبه أوي، وكنت باحس إن هو قطن كده وكنت بارتاح فيه جدًا، زي ما يكون أي حد بيرتاح في حاجة كده في لبسها، فبيفضل طول الوقت لابسها على طول، وحتى لمّا بيكون غاسلها مهما يكون عنده هدوم بيستناها أمّا تنشف. فكان من كتر اللبس كان متبهدل ومقطّع وما يعلم به إلا ربنا. فلبسته تحت الهدوم الخروج اللي أنا المفروض أروح بيها الكوافير، لبسته ورُحت الكوافير. وكان طبعًا الكوافيرات بدأوا شغل، وبدأوا إن كل عروسة يا جماعة، لأن كان الكوافير فيه كذا واحدة، كل عروسة يا جماعة تقلع الهدوم اللي فوق وتخلّيها بالغيار اللي تحت وتلبس عليه الفستان بتاعها. وكانت هنا الكارثة، إن أنا بابُص لقيت كل العرايس اللي معايا، اللي لابسة بيجامة حرير، واللي لابسة قميص نوم أبيض جميل، واللي لابسة، بقيت شايفة حاجات كده وأنا بابُص لنفسي، لقيت نفسي لابسة القميص المقطّع اللي هو فيه بقى إيه، إخرام كتير، كتير، كتير كده، وما بقيتش عارفة، أنا محروجة إن أنا حتى أغيّر هدومي. بقيت أقول إيه، طَب أنا هاعمل إيه دلوقتي؟ الناس دي ما حدش قال لي إن أنا ألبس حاجة زي كده، ما حدش عرّفني، وبقيت مكسوفة إن أنا أغيّر قدّام الناس. فقُلت لبتاعة الكوافير: في لو سمحتِ مكان ممكن أغيّر فيه بعيد عن أي حد؟ فقالت لي: "ليه؟ ما تغيّري ما كلّهم بنات." قُلت لها: "لا معلش أصل أنا باتكسف." وفعلًا ادّتني الفستان ودخلت أوضة وغيّرت عشان ما حدش يشوفني أنا لابسة إيه تحت الفستان، لإن أنا كنت شايفة مناظر حاجات غريبة، وبنات جايين عاملين في نَفْسهم، أنا ما كنتش عملت حاجة خالص في الدنيا ولا عملت أي حاجة من اللي هم عاملينها دي، وبقى منظري زي الزفت. ولأن عندنا العروسة يوم الحنة بتفضل صاحية طول الليل مع قرايبها ورقص وبتفضل قاعدة في وسطيهم، كنت أنا ما نمتش ومطبقة صاحية، وكنت نفسي أنام. وجيت طبعًا خلاص بدأت تعمل لي الmakeup والبنات اللي معايا كل واحدة بتدور كل عروسة وليّا وقت المفروض أطلع فيه، وأنا كنت هاموت وأنام، مش قادرة أفتح عينيّا. وكنت عمّالة أتاوب وعينيّا تدمّع والمكياج كل شوية يبوظ، كل شوية يبوظ وهي ترجع تعيدله لي، وكانت وقعتي بيضة. عدّينا اليوم وخلاص والدنيا تمام، وخلّصت الmakeup وأخيرًا جه خدني ورُحت على الفرح. بقيت طول الوقت قاعدة أتاوب وعايزة أنام ومش شايفة أي حاجة قدّامي، وبقيت شايفة المعازيم بالشقلوب وبقيت حالتي حالة. وكل اللي شايفني يقول لي: إيه أنتِ عاملة كده ليه؟ أنتِ شاربة حاجة؟ مالِك يا بنتي في إيه؟ أنتِ تعبانة كده ليه؟ أقول لهم: عايزة أنام، تعبانة وعايزة أنام. المهم إن اليوم عدّى وكنت باتمنى إن هو يعدّي، ودخلنا شقتنا، وطبعًا كان لازم أغيّر هدومي.
موضوع إن هو سوستة الفستان طويلة بتاع الفستان الأبيض ده، بتبقى محتاجة حد يفتحها لِك، ودي كانت الكارثة اللي أنا كنت محروجة جدًا منها. هو يقول لي: "هتفتح لِك السوستة." وأنا أقول له: "لأ، ما ينفعش تفتح لي سوستة أنا باتحرج." وأنا كنت للأسف محروجة أكتر من المنظر اللي هيشوفه بعد السوستة، لأن كانت إخرام الغيار الداخلي كانت طالعة من الفستان أصلًا، فكان المفروض إن أنا يعني أول يوم وكنت محروجة بقى، كنت مش عارفة أعمل إيه ولا أقول له إيه، واضطريت إن هو فعلًا اللي برضه يفتح لي السوستة، لإن لو ما كانش فتح لي السوستة كنت هافضل بالفستان لغاية الصبح، لإن ما فيش حل تاني قدامي. جات المفاجأة وهو بيفتح السوستة لسه في أولها، ولقى المنظر ده في وشه، قال لي: "إيه ده؟" قُلت له: "إيه؟" قال لي: "إيه اللي أنتِ لابساه ده؟" قُلت له: "ما أعرفش، أنا اللي لقيته قدامي بس بقيت مكسوفة جدًا ومش عارفة أقول له إيه." قال لي: "بس ده أنا ما توقعتش كده خالص، ده أنا جالي ذهول، بس ذهول العكس." بقيت أنا مش عارفة أداري كسوفي إزاي والله ولا أقول له إيه، وخلاص أنا عذرة الراجل بقى من المنظر اللي هو شايفه، يعني ما فيش عروسة من المنظر اللي أنا شُفته يعني عاملة زي أو لابسة زي المنظر اللي أنا لابساه ده، وعدّيت وهو خلاص ما فيش مشكلة وأمرنا لله. بس يا بنتي غيّري هدومِك لأن الهدوم دي ما بتتلبسش، أنتِ كنتِ بتمسحي بالهدوم دي والّا كنتِ بتعملي بيها إيه؟ جاية لابساها إزاي؟ فين البرفان وفين الهدوم العرايس؟ ده أنا قاعد بقى لي سنتين باحلم باليوم ده، آجي أشوف المنظر ده؟ وفعلًا كان ساعتها كان عنده حق، لأني أنا ما كنتش عارفة أنا باعمل إيه وما كانش في حد يقول لي البسي إيه ولا ما البسيش إيه ولا اعملي أي حاجة، كان كل الناس اللي حواليّا خجولين جدًا وما كانش حد بيتكلم معايا في أي حاجة. المهم بتقول إن الموقف عدّى، جه بعدها فتح الدولاب وبدأ يطلّع لي غيار حلو ألبسه، قال لي: "طب البسي الغيار ده أحلى، وبعدين شوفي إحنا الدنيا هتمشي إزاي والّا خلّينا نتعشى ونبدأ يومنا." ودي كانت المصيبة الأكبر، إن هو فعلًا أنا خدت الغيار ودخلت على الحمام، غيّرت هدومي وجينا اتعشينا، وبدأ يكلمني، بدأ يقرّب، بقيت أقول له: "لأ عيب، احترم نفسك، إيه اللي أنت بتعمله ده أنت مجنون." وبدأت كأني باحس إن واحد صاحبه معاه، لأن أنا كنت يعني كنت متربية تربية صعيدي أوي، ما كنتش الموضوع إن أنا أختلط بحد أو أكلم حد أو حد ما كانش حد يعني بيقدر يتكلم معايا أو يقول لي حتى كان كل حاجة عندي عيب وغلط، وكنت متربية تربية شديدة جدًا، كان كل ما تلاقيه بيتكلم معايا أقول له عيب، كل ما يقرب مني أقول له لأ، أنت بتعمل إيه؟ ما كنت أبيض يا ورد زي ما بيقولوا، وهو ساعتها اتنرفز عليَّ ويقول لي: "هو أنا واحد من الشارع؟ ده أنا جوزِك، أنتِ ما تعرفيش يعني إيه جوز، ما تعرفيش يعني إيه جواز، أنتِ ما حدش فاهمِك." أنا باحب البنت الخام، البنت اللي ما تعرفش حاجة في دنيتها، بس مش للدرجة دي، ده أنتِ خليتيني خلاص أنا مش عايزة أتجوز ولا عايزة أتنيل، يا ريتني ما كنت وقلب اليوم وكانت زي ما نكون بقى لنا 20 سَنة مع بعض، بقى يتخانق معايا، وأول يوم جوازنا كانت دي كارثة بالنسبة لي، إن يحصل كل ده وتختم آخر اليوم بخناقة، أول يوم في حياتي زي أي بنت بابتديه إن أنا أكون عروسة ومبسوطة وفرحانة، ألاقي اليوم قلب بنكد وقلب بخناق وأعيط، وكان اليوم اتقلب والmakeup بتاعي باظ وما بقيتش عارفة أعمل إيه. واضطر يوميها إن هو يبيت على الكنبة لغاية الصبح، لغاية ما أمي وأهلي ييجوا ويشوفوا لي صرفة أو يشوفوا حل معايا، وفعلًا جُم لقوه بايت زي ما هو بهدومه وأنا نايمة على السرير جوّه، اتعشيت وشربت عصير واتفرجت على التليفون والتلفزيون وكنت مبسوطة وقعدت بقى ضبطت الدنيا مع نفسي وفرحانة وعروسة بقى، هي دي كانت بالنسبة لي كلمة عروسة، أمّا هو كان بالنسبة له قاعد مرمي على الكنبة وعمّال مخنوق وبينفخ وداخل طالع من البلكونة للأوضة وقاعد زهقان، وأنا كنت مبسوطة وسعيدة جدًا، عندي كل حاجة في البيت وقاعدة باكل ومبسوطة 24 قيراط، كنت إيه، مستمتعة بيومي جدًا، وكلت ونمت في السرير، غطست في النوم وما صحيتش إلا على خبطة أهلي الصبح، أمّا هو فضل لغاية الصبح صاحي لغاية ما أهلي جُم. وقعد خد بقى بابايا وأمي بيني وبينهم وقعد يتكلم معاهم ويقول لهم بنتكم عملت كذا 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 واللي حصل بينا امبارح وكانت جايه لابسه ايه ويعني انا ازاي قولوا لي ايه الحل دلوقتي واعمل معاها ايه دي. وفعلا بعد ما خلصوا كلام دخلت امي قعدت تتكلم معايا وقالت لي: "اللي أنتِ عملتيه ده غلط، واللي أنتِ عملتيه ده ما ينفعش، ده دلوقتي ده جوزِك، ده المفروض ليه حق عليكِ، ولازم تعيشي حياتِك، وهو متجوز عشان إيه." وقعدت تفهّمني يعني إيه جواز، ويعني إيه ليلة دُخلة، الكلام ده بعد يوم فرحي. طب ما قُلتيش ليه من الأول؟ ما أنا كنت قدّامِك، لازم تحصل الكارثة دي في حياتي وأول يوم، ويحصل لي كل المصايب دي عشان تعرّفيني يعني إيه أتجوّز، يعني إيه جوزي، ويعني إيه حلال، ويعني إيه حرام. طب ما أنا كنت قدّامِك يا أمي،
من إمتى؟ ما من فترة الخطوبة كلّها. قالت لي: "ما أنا ما أعرفش إن أنتِ ما اتكلمتيش مع حد من أصحابِك والّا بنات والّا حد كلمِك في أي حاجة، ما أعرفش إن أنتِ عبيطة بنت عبيطة وداخلة بالمنظر ده، ده أنتِ كسفتينا وعقدتِ الواد في عيشته من أول يوم." ودي كانت قصتي عشان كل واحدة تتعلم وتعرف يعني ايه اما اكون داخلة على موضوع جواز اعرف كل حاجة، اما اكون داخلة اعرف يعني ايه مسؤولية، يعني ايه جواز، يعني ايه ارتباط، اعرف يوم الفرح ان البنت بتعمل ايه. كل واحدة اما تبقى في وقت ان هي تبقى خجولة، وفي وقت في حالة، وفي وقت لما خلاص دخلت في الجد تعرف يعني ايه جواز، يعني ايه زوج، ويعني ايه حقوق، ويعني ايه واجبات عليكي. لازم تبقي داخلة الحياة عندِك معلومات عشان ما تُقعيش في الغلطة دي وتتخانقي مع جوزِك يوم الفرح وتفرّجي عليكِ الجيران.